في حاجات بتحصل بعد ما النور بيطفي، حاجات مش دايما ليها تفسير ولا منطق، بس بنحسها وبنخاف منها. أنا محمود ودي قناة ما وراء الظلام، المكان اللي فيه القصص مش دايما خيال. لو كنت فاكر إن اللي حصل في الجزء الأول هو نهاية القصة تبقى غلطان جدا. الليلة دي الرعب لسه ما بدأش. حسام فرد الأمن اللي واجه الموت في المشرحة رجع تاني يكمل ورديته، لكن اللي هيشوفه المرة دي مش من عالمنا. خليك مركز واقفل النور لأن دي تكملة قصة مكالمة المشرحة. في لحظة وأنا جوه الحمام سمعت صريخ عالي جاي من بره. قلبي بدأ يدق بسرعة رهيبة. طلعت أجري عشان أشوف فيه إيه، ولما خرجت اتصدمت. لقيت فرد الأمن اللي كنت مخليه مكاني مرمي على الأرض ومغمى عليه، والتاني اللي كان نايم قاعد في مكانه وضامم رجليه وحاطط إيده على وشه وهو بيعيط بطريقة تخوف وبيقول بصوت مرعوب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان باصص ناحية باب الأوضة بتاعت الجثة، كأنه شايف حاجة محدش شايفها غيره. جريت عليه وقلتله: في ايه يا عم، حصل ايه؟ بس مفيش رد. فضل يكرر الآية ويبص على الباب كأنه متجمد من الخوف. على طول كلمت الدكتور نادر وحكيت له اللي حصل، وبعد شوية جيب نفسه. اللي صدمني بقى إن فرد الأمن اللي كان واقع على الأرض مات. ساعتها كل حاجة حواليا بقت ضباب، وقلبي حسيت وقف لما سمعت الدكتور بيقول الكلمة دي: معلش يا دكتور أنا همشي بعد اللي حصل ده، الجثة دي وراها حاجة مش طبيعية خالص. الدكتور نادر بصلي وقال لي بنبرة حازمة: حسام، مش انت اللي تخاف كده، دي حاجات تافهة، شد نفسك، انت اكيد اقوى من كده. كلامه خلاني احس انه بيختبرني. فقلت له: يعني بعد اللي حصل ده وبرضه مش مصدق؟ يا دكتور الجثة دي بيقولوا الجن غضب عليها وحرقها جوه الحمام، وبيقولوا قبل ما تموت كانت بتتعامل مع الجن. يا حسام يا ابني كفاية خرافات، الجثة دي خلاص آخرها الليلة وهنخلص منها. اقعد لحد الصبح، ولو حصل اي حاجة تاني ابقى امشي، بس استحمل الليلة دي وبعدها خد اجازتك. مش عارف ليه وافقته، يمكن كنت بحاول اقنع نفسي ان اللي حصل صدفة. قعدت لوحدي حارس على الأوضة وجبت سحور معايا، قلت أعدي الليلة وخلاص. وأنا لسه هبدأ أكل سمعت صوت خبط جاي من جوه الأوضة. اتجمدت في مكاني، قلبي بدأ يدق بسرعة غريبة. قربت من الباب بهدوء وكنت سامع صوت تلاجة المشرحة وهي بتتفتح لوحدها. جسمي اتنمل وقلبي هينفجر، وفجأة الصوت سكت. قعدت شوية أسمع لو في حاجة تاني، مفيش غير صوت نفسي. رجعت أكمل أكل بس القلق مش سايبني، وفجأة سمعت صوت مقبض الباب بيتحرك، كأن حد بيحاول يفتحه من جوه، وبدأ يطلع دخان رمادي من تحت الباب. في اللحظة دي ما افتكرتش غير رجلي وهي بتجري بأقصى سرعة. خرجت من المشرحة وأنا بشهق، ولما بصيت ورايا شفت الدخان طالع بكميات رهيبة من جوه. روحت البيت وأنا جسمي بيتجمد من البرد. مراتي كانت بتحاول تهديني وتسألني: إيه اللي حصل يا حسام؟ بس أنا كنت مش قادر أتكلم. قعدت شهر في البيت مش قادر أخرج، وكل ما أنام بشوف الجثة المحروقة قدامي بتقرب مني وبتبصلي. الشيوخ قالوا إني ممسوس، بس أنا عارف الجثة دي ما كانتش عايزة تسيب. يمكن أنا دلوقتي أحسن شوية، بس الخوف لسه جوايا، ولسه بحس إن في حاجة بتراقبني في الضلمة. بعد الليلة دي المشرحة اتقفلت والتحقيقات اتلغت، بس الجثة اختفت، وحسام لسه بيحلم كل يوم بنفس الكابوس، وبيحكي إنه أوقات بيصحى على صوت خبط من الدولاب، وأوقات بيشم ريحة حريق جوه الأوضة، ولما بيبص في المراية بيشوفها، الجثة اللي مرتاحتش واللي شكلها لسه بتدور على اللي حرقها. فاكرين إن الظلام مجرد عدم نور؟ يمكن تكون الحكاية دي خلتكوا تفكروا تاني. استنونا في قصة جديدة من ما وراء الظلام، بس المرة الجاية خليكوا حذرين. سلام عليكم.